طبعا هسه راح نشغل الطباخ، شغلة الطباخ. هسه راح اخليه، هسه راح نخلي اللحم. شوفوا خلينا اللحم، راح اخلي عليه قلاص من ماء شاي من الماء. طبعا هنا أنا راح انتظره الى ان يخلص الماء مالته وارجع له. طبعا هذا الاسفناغ قدامكم مثل ما تشوفون، غسلته وثرمته ناعم. كل ما ناعم كل ما يكون افضل، يعني يصير عندنا مثل اسفناغ بباي. ايش حقه وياكم، بس كل ما احب يكون ناعم يصير اطيب وشكله احلى بالمرقه. فهنا أنا حبايبي الآلة اللي هي قلت لكم هي عبارة عن كزبرة، شبنت وحلبة. ثرمتها ايضا ناعم، غسلتها ثرمتها. انا عندي حمص مسلوق، عندي هنا نومي بصره مطحونه، تقدرون تستبدلوها بنوم بصره حب كبار، بس تزرفوها وتخلوها بالجدر. هنا انا خليت شويه كاري ملح فقط، ما نريد نخرب طعم الاسباناغ، نريد نخرب طعمه بالاضافات، فخليه يبين طعمه واضح بالجدر. فهنا أنا حبايبي عندي بصلايه حبه وسط صغيره قطعتها ناعم، وعندي هنا عصير طماطه، 3 حبات من الطماطه عصرتهم بالخلاط، عليهم كوب من المي وصفيتها. طبعا انا احبه بهذا الشكل اطبخه حتى اللحم يدبدهنه وينحمس عندي احسن من السلق تروح كل مولته، فما تظل بعد مونه بالجدر. هسه راح اخلي له زيت. شوفون حبايبي، شوف شلون اللحم دبدهنه، هاي انا ما خليت دهن. شوفوا هاي تصير مونه بالجدر كلش طيبه. هسه راح اخلي شويه زيت، نحمس اللحم. شوفوا شلون انا بدا ينحمس عندي الدهنه، حمس الدهنه. هسه راح نضيف البصل عليه. هسه راح نضيف البصل عليه. هسه راح اتركه ينحمس هو واللحم والبصل واغطي الجدار. هسه راح افتح على الجدر بعد ما انحمس البصل واللحم سوا. هسه راح نضيف الآلة. هسه بعد ما ضفنا الآلة نحمسهم كلهم سوا. هسه بعد ما تذبل عندنا الآلة، بعد ما تنحمس ويا البصل واللحم، نرجع لها مرة ثانية. هنا بعد ما انحمسوا عندي الآلة واللحم صراحة نقول بسم الله. هسه ننتظر الى ان يذبل عندنا السبيناغ وينحمس سوا ويا اللحم والبصل والآلة هذا الشكل. غطي الجدر. هنا نرجع للجدر. هسه راح اقلبه. شوفوا شلون ذاب عندي تماما. اني اوصل لهاي المرحله واضيف هاي ملعقه من المعجون، ملعقتين، هاي ثالث ملعقه. وهسه نحمسهم كلهم سوا، المعجون والسبيناغ. اني اوصل هاي المرحله ما اخليه يصير لونه اسود، لان اذا يصير لونه اسود يفقد كل قيمته الغذائيه، واني ما اريد الصراحه. فاكو ناس تخلص كل السوائل هاي حيل 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 ويصير لونه اسود يتغير، لا انا ما احب اصير لهاي المرحله.
اريد بيه فوائد وما يفقد قيمته الغذائيه. حبايبي هنا راح اضيف كاري والبصل المطحونه. هسه راح نضيف الحمص المسلوق مسبقا، وهسه راح نضيف عصير الطماطة. طبعا تقريبا هو كوبين بيه من عصير الطماطة. هسه راح اضيف مي، اخر شي راح اضيف المي. هسه نغطي الجدر ونتركه الى ان يبدي يفور عندنا. هنا بعد ما تركته يفور 10 دقائق الى ربع ساعة تقريبا، ملح، نحرك. طبعا راح اتركه يفور على نار وسط الى ان يستوي عندنا على نار وسط. إذا وصلتوا لهذه الخطوة من الفيديو لا تنسون تخلونا لايك، اشتراك بالقناة إذا كنتم مشتركين، تفعلون زر الجرس، وقولوا لنا سويتوا الاسباناغ لو بعدكم احنا اليوم سويناه. شوفوا شلون صار ما شاء الله واستوى عندي. بسم الله، شوفوا شلون صار ما شاء الله، شلون استوى عندي وصار يخبل. كملت التمن. طبعا انا متعمده اسوي بهذا الشكل شويه يكون معجن، لان كلش احبه ويا الاسباناغ بهذا الشكل. ولهنا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يا ربي حبيتوا الطريقه وعجبتكم. لا تنسون تخلونا لايك للفيديو واشتراك بالقناه اذا كنتم مشتركين، وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد انا انزله بقناتي. وكتبوا لنا بالتعليقات سويتوا الاسباناغ لو بعدكم. انا صراحه اول طبخه الي بعد ما نزل. والف صحه وعافيه علينا وعليكم يا رب. طبعا صار وياي كلش طيب، وانصحكم تجربوه بهاي الطريقه. ومع الف سلامه.